ازيكم حبايب قلبي؟ صباحكم فل ونهاركم قشطه. ايه الاصناف الجميله دي يا نهى؟ بيتزا وعيش شامي وقرص ومخبوزات وحاجات روعه كده. الجمال ده عملتيه ازاي؟ تعالوا بينا نشوف الحاجات الجميله دي اتعملت ازاي. يلا بينا. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا كده بقى ندخل في الفيديو عشان ما نطولش الفيديو علينا. بصوا بقى، النهارده كده انا جايه اثير الجدل واعمل حاجه انا مش عارفه انا عايزه اطلعها ايه بالظبط. يعني ايه يا نهى الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ انا عندي كيلو دقيق اهو متعدد الاستخدامات، انا جايباه من عند العطار. هنزل فيه كده ايه بالبوله بتاعتي. تمام. انا بفتح الفريزر، هقول لكم القصه ايه. انا بفتح الفريزر، لقيت كاسرونه كده مليانه لبن رايب. الله، طب اللبن رايب ده بقالي كتير عندي، طب انا هعمل بيه ايه؟ لا انا لازم استغله في اي حاجه. خلاص، جبت كيلو دقيق. تمام، هعجن بيه اللبن الرايب اللي انا شفته ده اللي عندي. انا والله مش في دماغي لغايه دلوقتي انا عايزه اعمله ايه بالظبط، فاحنا هنعجن العجينه مع بعض. تقدري تقولي كده عجينه لجميع الاستخدامات. هنزل بقى بشويه الملح. عجينه لجميع الاستخدامات، يعني احنا لسه مش عارفين اصلا هنعمل بيها ايه. حبه السكر كده، يعني معلقتين ثلاثه سكر، ده بيبقى حلو جدا في العجينه. استنوا هنا، دي ايه؟ اه، شاي. مفيش اي مشاكل بتحصل. هنزل بقى بمعلقتين كبار من الخميره الفوريه اللي انت شايفاها دي، طبعا عشان احنا في الشتاء فهنزل بباكوين. هو الباكو عباره عن معلقه، انا هنزل بباكوين. وبرده ثواني اجيب معلقه كده ايه نشوف ايه النظام. عشان لو اكتر من معلقتين لا بلاش، برده ما تزوديش الخميره قوي عشان تبقى مظبوطه معانا. اهو كده. بسم الله الرحمن. لا هو بصي اهو، هو دول يعني ايه، الباكو عباره عن معلقه. فانا عشان الدنيا شتاء طبعا انتوا عارفين الجو برد، عشان ما ناخدش وقت كبير فيها هنزل بالباكوين. انا بقى في دماغي محدده هعملها ايه بالظبط مش عارفه. ممكن اعملها فطائر، ممكن اعملها بيتزا، ممكن اعملها عيش. يعني انتوا حظكم بقى معايا وانا وحظي في اللي انا هعمله فيها. مش عارفين. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ حطينا كيلو دقيق، نزلنا عليه بحبه السكر، 3 معالق كده سكر، حبه ملح يعني نص معلقه صغيره، باكوين الخميره، وده كيلو دقيق. جميع الاستخدامات دي اهم حاجه. طبعا معايا زيت الذره بس مش هنزل بيه دلوقتي. هنزل بايه دلوقتي بقى؟ اهو اللبن الرايب بقى اللي هو خلاني عملت الفكره دي من اصله، ان انا لقيت اللبن الرايب عندي. هنزل بقى باللبن الرايب كده حبه حبه، وابدا ان انا اعجن بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. ما تنزليش بيه كله طبعا عشان احنا مش عارفين الدقيق، زي ما انا قلت لكم قبل كده الدقيق هياخد قد ايه. كل واحد والدقيق بتاعه، انا ممكن اخد اكتر انت اقل، يعني فاهمين مش عارفين. اهو حبه حبه كده ونعجن. وطبعا عايزه اقول لك احلى عجينه اللي بتعمليها باللبن الرايب دي، بتطلع ملهاش حل. بتعملي بقى زي ما انا بقول لك فطاير، بيتزا، معجنات، يعني اي حاجه، عيش زي عيش شامي كده، حاجه بتبقى جميله جدا. اهو طبعا هي ايه شكلها؟ هتاخد ايه كيلو؟ هو ده حوالي كيلو لبن رايب. فالدقيق شكله من النوع اللي بيشرب السوائل، فهو ايه شكله هياخد الكيلو كله. طبعا الزيت احنا بنحطه في الاخر. هعجنها شويه وارجع لك عشان ما اطولش عليكي. بصي كده، هي اهي، هي خدت حوالي كيلو الا ربع، وده الحبه اللي باقيين معايا. انا مش هحطهم خلاص لان العجينه يعتبر لمت معايا كده بالشكل اللي انت شايفاه. هبدا انزل كده بشويه زيت. الزيت ما تكتريش، انا مش بحب اكتر الزيت، يعني معلقتين ثلاثه بس كده. وابدا بقى ان انا اعجن كده ايه. طلعي كده كل بقى ايه كل غلبك فيه، واعجني وهاتي ناس تعجن معاكي صراحه بجد. الله يكون في عون الناس الجميله بتاعت زمان اللي كانت بتقعد تعجن بالخمسة كيلو وبال10 كيلو. انا مش عارفه كانت بتجيب صح الكلام ده منين. ده انا كيلو اهو بعجنه، وعايزه اقول لك ان انا فيصت منك. اضربي بقى كده. شوفي اي حد كده في دماغك انت متغاظه منه حطيه، واكنك ايه تضربي فيه كده اي حاجه وخلاص. المهم بصي، هي بصي معايا عامله ازاي. انا عايزاها ناعمه عن كده اكتر بكتير، فهضرب تاني او هعجن تاني مش اقل من 10 دقايق. بصي بقى ما شاء الله جميله ازاي. بصي انا عايزه اوريكي، بصي ملمسها، بصي من قبل ما تخمر اكنها خمرت. بصي انا عايزاها ناعمه كده ومش بتلزق خالص. هسيبها بقى كده شويه واغطيها بالفوطه. تمام. اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، واسيبها بقى شويه تخمر، ونرجع نشوف احنا عايزين نعمل ايه. والحبه اللي اتبقوا دول هعمل بيهم اي كيكه اي حاجه، يعني هينفعوني برده. بصي بقى يا حبيبتي، تعالي اوريكي بقى العجين بعد ما طلع حاجه كده روعه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بجد طالع جميل جدا جدا. انا قلت مش هفتحه الا معاكي اهو. بصي بقى، بصي حاجه كده يعني تحفه اهو. تبارك الله، بسم الله ما شاء الله. طبعا عجينه البيت ده بركه عن الرسول وسنه. وعايزه اقول لك بيدي البيت كده ريحه جميله كده، ريحه خير وبركه كده، بيفكرنا بالايام الجميله كلها. تمام. انا زي ما قلت لك انا مش عارفه انا هعمل ايه بالعجينه دي، فانا قررت هعمل كذا حاجه بقى ايه مع بعضينا كده. تعالي نشوف بقى اول حاجه هنعملها مع بعض ايه. تعالي كده شيل بقى كده. طلعت طبعا الهواء منه زي ما انت شايفه. هرش بقى رشه دقيق. هرش كده بقى رشه الدقيق زي ما انت شايفه كده. وهعمل بقى حاجه هتعجبك جدا، هتعتمديها في حاجات كتيره معاكي وعندك. خلينا نشوف كده هعمل ايه. هجيب حته من العجينه زي ما انت شايفه كده اهو. تعالي نكترها شويه عشان برضو ايه نبعد بقى كده. وانا عايزه اعمل حاجه شفتها، ثواني.
عايزه اعمل حاجه صراحه شفتها في قناه تركيه عجبتني جدا جدا. هي كده، فاكرين فخاره اللحم اللي عملتها معاكم؟ حاجه كده زيها بقى، تبقى محشيه اي حاجه. حتى انا يعني انا الفكره دي جات لي بعد ما اتغدينا وخلصنا الغدا ومفيش حاجه احشيها بقى، قصدي يعني خلصت. بس قلت برضو انا هعملها، مش مشكله الحشو، انا عايزه بس اوريكي شكلها قد ايه حلوه وشكلها قد ايه جميل. وهتنفعك بقى في حاجات كتيره جدا. تعالي نشوف كده هنعمل ايه. تفرديها كده دايره على قد ما تقدري، طلعت قلب مفيش مشكله اهو كده، على قد ما تقدري كده حاولي. هاتي بقى ايه، هاتي بقى اي بوله كده ازاز عندك عايزه تعملي فيها. خليكي بس معايا واحده واحده وانا هفهمك انا عايزه اعمل ايه. اهو توسعيها كده كده، تمام، وتحطي فيها الحشو. فانا بقول لك انا الحشو عندي مش عارفه اعمل ايه، فانا هحط بقى ايه، حمرت شويه بطاطس زي ما انت شايفه كده، تمام. وحطي بقى عليها مثلا شويه فلفل، حبه جبن، بما اني هعمل ايه حبه بيتزا كده، فزي ما انت شايفه كده. يعني الحشو ده مش مشكله، انا بس عايزه اوريكي الفكره اهو كده كده. تبداي ايه ان انت تقفليها، تقفليها كده زي ما قلت لك. الفكره مش في الحشو، انا مش عارفه احشيها ايه عندي، فقلت احشيها اي حاجه من الحاجات دي اللي انت شفتيها. بس الفكره في ايه، الفكره في اللي انت هتشوفيه في الاخر ده، هيعجبك جدا ان شاء الله. تعالي بقى كده اهو ننزلها، مش مشكله حته اتقطعت برده ايه، نحاول ان احنا نقفلها كده، ما تخليش حاجه ايه توقفك. بصي انا قفلتها اهو زي ما انت شايفه كده، مفيش فيها حاجه مفتحه خالص. هجيبها بقى كده على جنب بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، وهبدا اعمل حته العجينه الثانيه اهو. ارش بس رشه دقيق. العجينه الثانيه دي عايزه اعملها زي ضفيره كده، زي ضفيره، تمام اهو. طب الضفيره دي هعملها ليه، انا برده هعرفك وهتشوفي دلوقتي، يبقى شكلها حلو جدا. نقطعها بقى كده ايه لثلاثه، بس افرديها كده على قد ما تقدري اهو كده. اجيب سكينه بس اهو، قطعتها ثلاثه، وهبدا زي ما انت شايفه كده نعملها ضفيره عاديه زي اي ضفيره ايه بتعمليها، تقعدي تدخليهم في بعض كده وفي الاخر تقومي برماهم. اهم حاجه يطلع شكلها في الاخر ايه، على قد ما تقدري تظبطيه اهو كده. عملت الضفيره زي ما انت شايفه كده. هبدا ان انا اجيب دي، بصي فتحت معايا تاني ليه، لان هي بتخمر، فما بتخمر بتقوم موسعه، فاهماني؟ بس مفيش مشكله برده اعمليها. وطبعا في الفرن هتقوم مستويه على طول، وهتقوم ايه ملمومه اهو. هحط دي بقى كده على الوش، بصي بقى الجمال. عايزه اقول لك هيطلع شكلها روعه اهو كده، دي على الوش. وهعمل لها كده ايه، زي ما تكون دي مثلا حله كده، هعمل لها غطا الحله حاجه صغيره كده عشان هي طبعا هتكبر اهي. وهجيب بقى كده اي حاجه تدهني الوش، عايزه تدهني بيض وفانيليا، عايزه تدهنيه نسكافيه، انا هدهن نسكافيه بس كده. الصينيه اللي انا هحطها فيها طبعا هي فيها الماده الدهنيه، فمش محتاجين مش محتاجين ان احنا ندهن الصينيه حاجه. هدهنها بس النسكافيه اهو، عشان يديها اللون الحلو ان شاء الله، تطلع تعجبك. دي فكره من الافكار كده الجميله اللي انا قلت اعرفها لك. تنفع بقى تتحشي اي حاجه بقى، لو بتعملي فخاره لحمه، كباب، حله، الله الله على الجمال وعلى الطعم بقى. اما العجين ده يستوي وتاكليه مع الحاجات التانيه اللي انت حاشياها. ينفع كبده، ينفع اي نوع من انواع الحشوات. بس انا عشان كنا خلاص اتغدينا واي حشوات يعني مش عندي، فقمت محمره شويه مكعبات البطاطس اللي انت شفتيهم دول، حطيت فلفل، حطي جبن، يعني اي حاجه. هدخلها بقى الفرن وهوريها لك لما تخرج. هنا بقى هعمل باقي العجين. هعمل ايه، هجيب كده الصاج بتاعي اهو زي ما انت شايفه كده، وهفرد فيه بقى ايه، احط نقطه زيت بس كده بسيطه، وهفرد فيه حبه من باقي العجين. وهخلي برده قطعه اخيره وهقول لك هعمل بيها ايه اهو كده. ثواني بس ندهن الزيت كده اهو. اعمل صاجه كده. عندي بقى الحشوات برده قلت لك زي ما انت عايزه، عندي فلفل رومي، فلفل الوان، عندي جبن، عندي جبنه اللي هي السوري، يعني عندي كذا حاجه كده، واي حاجه ماشي حالك بيها مفيش اي مشاكل. كده حبه اهي. نحاول بقى ان احنا نفردها دي من ايدك كده زيت، وافرديها في الصاج كله. بسم الله ما شاء الله جميله ومخمرانه حلو، فبتتفرد بسهوله زي ما انت شايفه اهو، زي ما انت شايفه كده. في الفرد خليكي تفردي من جوه، من النص لبره، يعني خليكي في الفرد زي ما انا بقول لك كده، من النص لبره، عشان تخرجي ايه العجينه تكون ايه متساويه. هنبدا نعمل ايه دلوقتي، نبدا بقى ان احنا نشكشكها كده عشان لو فيها اي هواء يطلع، عشان ما تبصيش تلاقيها معاكي في الفرن تقوم منفوخه وما تستويش كويس. هبدا بقى احط عليها الصلصه. طبعا دي صلصه جاهزه، انا ما عنديش الصلصه بتاعتها، بس لو انت عايزه تعملي الصلصه بتاعتها انا عملتها معاكم قبل كده، هتلاقيها على القناه. او انا هقول لك طريقتها دلوقتي. معجون طماطم او طماطم انت يعني عصراها ومصفياها، وتحطي عليها بقى عودين 3 ريحان، وتحطي عليها حبه بصل بودر وتوم بودر وحبه ملح وزيت زيتون، بس كده تطلع احلى صلصه طماطم. طبعا احلى من اللي بتتباع بره الجاهزه، او احلى من اللي انا بحطها دي طبعا، بس انا عشان ايه عايزه اعمل حاجه على السريع كده، عملت النهارده حاجات كتير فتعبت حقيقي. فدي حاجه على السريع يعني كده، لكن طبعا الاحلى ان انت تعمليها في البيت وتكون جاهزه. يعني جاهزه انت اللي مجهزاها بايديكي قصدي، يعني دي بتبقى حاجه ثانيه خالص اهو كده. خلاص هنا بعد ما خلصت الصلصه هنزل كده بالفلفل اهو زي ما انت شايفه كده.
لو عندك زيتون حطي، بس انا زي ما قلت لك انا لما طلعت اللبن الرايب عشان اعمل اعجن المخبوزات دي انا ما كنتش عارفه هعمل ايه، فمش عارفه عندي ايه، فاي حاجه عندي بقى ايه حطيتها وكله جميل، وتقولي بس بسم الله ويبقى احلى حاجه ان شاء الله. حطي بقى جبن كده خلاص. حطيت الفلفل، هحط بقى الجبنه اللي هي تقريبا والله اسمها المشلله او اسمها انا مش متاكده من اسمها صراحه، كنت بجيب حاجات فجبتها بس انا مش متاكده من اسمها، بس عايزه اقول لك هي فظيعه ما شاء الله، بتسيح بتبقى حلوه جدا وحاجه كده يعني احلى من الموزاريلا. هحط كده دول، وفي نص سوا هحط برده ايه حته تانيه كده، هدخلها برده ما تطلع هوريها لك عامله ازاي. حبايب قلبي بصوا بقى الجمال، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الجمال ده؟ ايه رأيكم بقى في الفكرة دي اللي كنت بقول لكم عليها؟ نعملها كده زي فخارة، زي حلة صغيرة تحشيها اي حشوات. ايه رأيك بقى في الجمال؟ بصي عايزه اقول لك طالعه روعه روعه جميله جدا اهي زي ما انت شايفه كده يعني، ومحمره ده من نسكافيه اللي انا وريتهولك اللي انا حطيته معاكي. لازم تجربيها، ويعني بصي بجد هتعجبك، وبجد هتدي طعم وهتدي يعني هتدي فخامه كده للاكله اللي انت عاملاها، او لو عاملاها في عزومه بقى هتبقى شياكه مفيش بعدها شياكه. جربيها بقى وقولي لي ايه رايك.